وفي ليلة من ليالي عظمة الشامبيونز ليج الإفريقي أو دوري أبطال إفريقيا، وليلة ما قبل ليلة الحسم، ليلة ما قبل ليلة الرعب، وسميها زي ما أنت عايز تسميها، ولقاءات حاسمة ومرعبة على قلوب جماهير كتيرة، منها جمهور الأهلي الكبير، جمهور الهلال السوداني الكبير، جمهور الترجي التونسي الكبير، جمهور الجيش المغربي الكبير، ولقاء مرعب وحاسم أمام بيراميدز، وطبعا جمهور المولودية الجزائري اللي يتمنوا ان هم في جنوب افريقيا يعملوا مباراة كبيرة ويصعدوا امام اورلاندو. ولكن النهاردة جايين نتكلم على مباراة حاسمة، مباراة يمكن شفناها كتير السنوات الأخيرة، جمعت ما بين فريقين كبار بجماهير وتاريخ كبار، الأهلي والهلال السوداني. المباراة الأولى اللي انتهت بفوز الأهلي بهدف عالمي عن طريق محمد هاني في بداية أول 10 دقايق من المباراة، ولكن تراجع طبيعي بنشوفه كتير أو جمهور الأهلي بيشوفه كتير مع مارسيل كولر، علشان المباراة تنتهي بفوز الأهلي 1-0. بعد ما الأهلي تقدم كان يقدر إنه يدوس على فريق الهلال السوداني أكتر من كده ويدوس هجوميا، ولكن في النهاية لقينا العكس، لقينا إن فريق الهلال السوداني بعد ما دخل فيه هدف بالعكس وقفوا تماسكوا، ولكن اللي ساعدهم على كده هو رجوع الاهلي للتلت الدفاعي، وان الاهلي بدأ يعتمد على الكاونتر اتاك، ودي طبعا حاجه مؤسفه جدا. جمهور الاهلي ما بقاش يحبها ولا يتمناها، وجمهور الاهلي اللي فيه اشخاص كتير تقول رساله لكولر وبتوصل له رساله وتقول له احنا الاهلي، فلو مش عارف قيمه الاهلي فامشي يا كولر، لان قيمه الاهلي او النادي الاهلي قيمته مش ان هو يقف يدافع، خاصه انك بتلعب في استاد الرعب استاد القاهره، وانك تجيب هدف وتركن وخلاص يا معلم الهدف ده تمام، عرفت اجيب تاني، عرفت ما عرفتش ما يدخلش فيا هدف، رغم ان دي الحقيقه برضو سياسه يمكن تكون خاطئه، لان انت لما تجيب هدف لو ما دعمتش بهدف تاني فانت في حين او اخر الهدف بيجي في ثانيه فهيجي فيك هدف. ولكن مباراه بكره في موريتانيا مباراة صعبة، حشد جماهيرها بالتأكيد هيكون كبير جدا، سواء بقى من بعض جمهور الموريتاني أو من جمهور الهلال السوداني، ولكن هيكون في حشد جمهوري. كل جمهور الهلال السوداني منتظر لقاء حاسم زي كده، منتظر ان هو يفوز على الاهلي 2-0، لان على ارض الواقع 2-0 تصعد الهلال السوداني، ولكن بنتيجة تعادل سلبي، بنتيجة تعادل ايجابي يؤهل النادي الاهلي باذن الله الى السيمي فاينال. وانا هنا بقول باذن الله لان اتمنى النادي فوق صعود ان شاء الله النادي الاهلي من موريتانيا ايا كان النتيجه، ولكن المهم الاهلي يطلع من موريتانيا وهو صاعد باذن الله الى السيمي فاينال، بعيد عن انتمائي كزملكاوي. ولكن في افريقيا بتمنى ان الفرق المصريه بيظهروا بشكل رائع جدا، وان هم كمان يقدروا ان هم يكونوا مش بس يقدروا يصعدوا الادوار القادمه، بل يكونوا موجودين في الفاينل وينافسوا على اللقب. فالناحيه الثانيه كمان بيراميدز امام الجيش الملكي، مباراه انتهت بنتيجه 4-1، نتيجه ممكن تكون كبيره، ولكن بيراميدز اللي واجه صعوبات في المغرب زي ما خلى فريق الجيش المغربي يكون من غير جمهوره وصعوبات في حضور جمهوره، فالناحيه الثانيه المعامله بالمثل يا بيراميدز، فانت ما تزعلش من المعامله ديت وخلي الليله تعدي على خير، رغم ان بكره هتكون ليله مرعبه في المغرب عليك، ولكن اتمنى ان شاء الله بيراميدز تكون في السيمي فاينال وتتفوق على فريق الجيش المغربي. ولكن خلينا نتكلم على مباراه الاهلي والهلال السوداني، وتعالى نتكلم كده على التشكيله المتوقعه، ممكن مارسيل كولر يلعب ازاي، او نقدر نقول جمهور الاهلي يتمنى مارسيل كولر يلعب ازاي. اتكلمت قبل مباراه الذهاب في حلقه ما قبل المباراه وقلت لك اني بفضل عدم لعب مارسيل كولر باثنين مهاجمين جراديشار ووسام ابو علي، ويلعب بمهاجم واحد، ويلعب بطريقه انه يخلي وينجات، ويخلي مهاجم واحد، ويخلي نص الملعب في صانع العاب زي امام عاشور، وارمي يا معلم، في حين ان انت عندك حسين الشحات وعندك بن شرقي وعندك امام عاشور، بدل ما استغله في حته الوينج سواء يمين او شمال، لا استغله في حته نص الملعب او صانع العاب، لان امام عاشور في الحته دي بيتحرك كتير وبيروح وبيشوط، فليه اخسره في الحته دي علشان العب بثنائيه
ما هي الأسوأ حتى الآن في تشكيلة النادي الأهلي أو في طريقة لعب النادي الأهلي ما بين وسام أبو علي وجراديشار. حتى أنت مخلي لوسام أبو علي اللي كان مرعب، اللي كان سفاح حرفيا، بقيته بحس ان وسام ابو علي بقى مقيد في الحته الهجوميه. بقى الراجل مش قادر ان هو يلعب براحته، لان في واجبات وفي التزامات عليه، وان في واحد معاه زي جراديشار هو اللي ليه واجبات تانية. فهنا وسام ابو علي اللي كان مرعب واللي كان سفاح قبل كده، الناس في بعض الناس بتنتقده انه بقى وحش. لا، هو وسام ابو علي طريقه اللعب اللي بيلعب بيها مارسيل كولر دلوقتي مش مناسبه لامكانيات وسام ابو علي. شوفوا وسام ابو علي قبل جراديشار وانه كان بيلعب مهاجم وحيد، شوف كان بيعمل ازاي، مرعب حرفيا، ينزل ويستلم ويفتح مساحات ويلعب هدرز جوه المنطقه ويفتح مساحات للوينجات، سفاح قادر يتحرك واخد حريته بشكل كبير جدا. ولكن دلوقتي اتنين شايفهم هم الاخطر في النادي الاهلي، ولكن مارسيل كولر ما خلاهمش بقوا من الاخطر. بالعكس، مارسيل كولر ايد حركتهم وايد تاثيرهم الفني داخل الملعب هو وسام ابو علي وامام عاشور. لان امام عاشور في حته نص الملعب وانه يكون لاعب حر وانه صانع العاب ويلعب ويروح في اي حته في الملعب، او وسام ابو علي يكون حر في الجانب الهجومي، لا ما بقاش في حر في الحته دي. هتلاقي امام عاشور بقى في حته الوينج، بقى اتنين في نص الملعب، مروان واي حد جنبه، فتلاقي الدنيا متكعبله، فتلاقي كمان مفيش حلول على الاطراف بشكل كبير جدا، في حين ان لسه يحيى عطية الله لسه راجع، محمد هاني بيزيد في الحته ديت. ولكن ليه اخلي نفسي انا في الحته دي؟ ولكن اعتقد الطريقه دي ممكن تبان انها هجوميه، ولكن في نفس الوقت هي مش هجوميه خالص، لانك بتتراجع انت كمارسيل كولر. فعشان كده ان مباراه بكره الهلال السوداني من وجهه نظري انا ان الاهلي مش هيلعب باتنين مهاجمين، لان انت هنا هتلعب باتنين مهاجمين في حين ان انت اصلا كده كده رايح وكسبان، فانت عاوز تامن ونفس الوقت تلعب على الكاونتر اتاك. فمن وجهه نظري بقى الطريقه اللي يلعب بيها مارسيل كولر وهتبقى ايجابيه سواء دفاعيه او هتبقى هجوميه، طبعا الشناوي في حراسه المرمى، محمد هاني اللي جاب هدف عالمي هيبقى ان شاء الله في باك رايت، اتنين سرد باكات اشرف داري ورامي ربيعه، يحيى عطية الله ناحيه الشمال زي ما هم مفيش اي مشكله. نص الملعب مروان عطيه متواجد، ولكن مروان عطيه يمكن الفتره الاخيره ما كانش بالمستوى الرائع اللي كان فيه قبل كده، لان في ميس باصات كتيره جدا من مروان عطيه، حته التاخير في الباص الامامي وحته السرعات. فهنا مروان عطيه محتاج انه يفوق شويه. يمكن برضه طريقه اللعب اللي اتغيرت ممكن تكون محجمه، او مفيش الحلول اللي بقى كانت متواجده بقت ماتش متواجده، يمكن ده بيغير من تفكير بعض اللعيبه. ولكن مروان عطيه في نص الملعب اتمنى ان اشوف امام عاشور في حته صانع العاب. صانع العاب انت هتبقى محتاج ان انت تشوف صانع العاب زي امام عاشور حر، اي حد جنب مروان عطيه بقى عايز تدفع بقفشه مفيش اي مشكله، وتخلي بقى في واجبات دفاعيه ما بين قفشه ومروان عطيه. ممكن عشان انت بتلعب خارج ارضك مباراه صعبه، فممكن نقول يا معلم مروان عطيه. واي حال ممكن رضا في نص الملعب، يعني تلاعب احمد رضا ليه عنده برضو واجبات دفاعيه. امام عاشور متواجد يكون حر. الوينجات او الاطراف بن شرقي، حسين الشحات مهاجم صريح يكون وسام ابو علي. هل بقى ممكن نلاقي امام عاشور ومروان وجراديشار هو اللي يكون متواجد جنب وسام ابو علي، فنلاقي نفس الازمه اللي الاهلي متواجد فيها الفتره الاخيره هي اللي هتبقى بكره؟ ولكن ده من وجهه نظري، واعتقد ان ده نسبه كبيره من جمهور الاهلي يتمنى ان مارسيل كولر يلعب بنفس التشكيله ونفس الطريقه اللي كان بيلعب بيها قبل كده، في عدم وجود اتنين راس حربه، لان انت بقيت او الثنائيه دي ما بقتش ماشيه معاك، ونفس الوقت بتخسر جانب في الخط الهجومي او بالنسبه في نص الملعب، ان انت خسرت امكانيات رهيبه وكبيره زي امام عاشور. فاعتقد ان شاء الله بكره مارسيل كولر يغير وجهته، ما بقاش عنيد ويلعب بنفس الطريقه اللي كان بيلعب بيها قبل كده، او نفس الطريقه اللي احنا لسه متكلمين فيها. ولكن مباراه بكره هي بالتاكيد مباراه صعبه على الفريقين وعلى الجمهورين، ولقاء حاسم ان شاء الله الساعه 9 بتوقيت مصر، وفي موريتانيا ان شاء الله هتكون هي
او هو لقاء حاسم؟ مين يا ترى هيكون بكره هيبقى متواجد في السيمي فاينال؟ اماله طموح عند جمهور الاهلي، واماله طموح واهداف عند جمهور الهلال السوداني اللي بيامل ويحمس بقي يكون عنده حماس وعنده تفاؤل بانه السنه دي هو اللي يكون منافس قوي على دوري ابطال افريقيا، خاصه انه ظهر بشكل متميز جدا في دور المجموعات. ولكن هنستنى ونشوف. ولكن زي ما قلت لك تمنياتي وتوقعاتي ان شاء الله زي ما اتكلمنا فيها قبل كده بتاهل الاهلي الى السيمي فاينال، والناحيه الثانيه بيراميدز على حساب الجيش الملكي باذن الله. كفايه عظمه لحد كده. اوعى تنسى اللايك او تشترك في القناه لو لسه اول مره تشوفني، وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. سلام.